ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ومعانا مداخلة. اتفضل أو اتفضلي. مساء النور يا فندم. أنا باختصار حياتي اتدمرت واتخربت بسبب أمي. كنت متجوز ومستقر وعندي ولد، وكانت أمي كل شوية تتريق على مراتي وتعيب عليها وعلى أكلها ولبسها. وكمان غلطتي إني كنت بفضفض مع أمي بحاجات بتحصل بيني وبين مراتي. كانت كل ما تزورنا تخلينا نتخانق مع بعض، لغاية ما كرهت مراتي وهي كمان كرهتني، وبقينا على طول عايشين في خلافات وخناقات، وفي النهاية اتطلقنا. وبسبب اللي حصل أنا تعبت نفسيا وجسديا. وأمي اللي المفروض أكتر حد بيحبني ما كانتش بتعبرني ومرضتش تخليني أعيش عندها. اتحججت وقالت أنا يا دوب بخدم نفسي، روح شوف لك حد يخدمك. قعدت أفكر في حياتي، لقيت نفسي ظلمت ابني وظلمت ابني. حاولت أصلح غلطتي وأرجعهم تاني، مرضيتش وراحت اتجوزت. صدقيني أنا هموت من الندم. كرهت أمي وكرهت نفسي وأهملت شغلي وحياتي، شبه انهارت تماما. مراتك حتة منك. اللي يقول لمراته يا هانم بيستنوها على السلالم. ما تقلش من قيمة مراتك قدام والدتك. انت مش عيل صغير رايح تشتكي لماما. ما بقولش ان احنا ما نحكيش حاجة لأهالينا، بس لما نحكي يا إما نحكي بما يرضي الله، أو قدام اللي بنشكي عليه يا ما نحكيش خالص. مامتك ما سمعتش حاجة غير منك، وفي نفس الوقت اللي بتتريقوا على أكلها وشربها ولبسها هي يعني في يوم وليلة اتبدلت؟ ومين قال إن أكلكم أنتوا وشربكم أنتم ولبسكم أنتم هو اللي صح؟ أنت اتصرفت غلط. هي طبعا مش هترجع لك تاني لأنها قبلت إهانة كتير قوي، وغير كده هي ما فيش مجال إنها ترجع، هي اتجوزت. بس عموما احنا ما بنندمش على الخبرة. أكيد اللي حصل في حياتك ده له ميزة. ربنا ما بيعملش حاجة وحشة. اتعلم. انت ان شاء الله هترتبط تاني، او هتربي ابنك، او هتقول لصاحبك، هتنقل تجربتك. التجربة دي بتقول ان انا جوه بيتي انا الوحيد اللي شايف صح. وبالنسبة لوالدتك او اللي بالنسبة لكل الامهات، انا مقدرة انكم بتحبوا ولادكم، بس بالراحة. مش دايما ولادنا صح. احنا بنبقى عارفين ان ولادنا غلط، بس احنا بنكابر. لما يقولك حاجة قولي له ما يمكن كذا وكذا، لأن يوم ما يبقى سعيد انت أسعد واحدة. عمرك ما هتبقي سعيدة وابنك تعبان. حاولي تخليه سعيد، حببيه في مراته، خليه يحب بيته. حتى لو مراته مش هي اللي كنتي بتتمنيها يا ستي، هو اتمناها وربنا اداله اللي كان عاوزها. سيبيه يتمتع بحياته. مفيش داعي تأذوا ولادكم من غير ما تعملوا حساب الأذية دي إنها هتوصلهم لخراب بيتهم. في هنا رسالة مكتوبة بتقولي أنا أبويا كرهني في حياتي ودمرها لي. عمره ما كان أب حنين، رغم إن أنا حاولت أتجاوز ده وأكون بنت بره بأبوها، إلا إنه كمل عليا. راح مجوزني شريكه اللي كان في الشغل، وكأني عقد من عقوده ولا صفقة من صفقاته. رضيت بالهم، لكن الهم مرضاش بيا زي ما بيقولوا. الراجل اللي انا اتجوزته بيعاملني معاملة سيئة، كأنه اشتراني. خلفت منه ولدين ولسه زي ما هو بيهني. ولما بروح لبابا بيقول لي مالكيش غير بيتك وما تجيش هنا تاني.
كرهت ابويا وكرهت الراجل اللي انا متجوزاه ومش عاوزه اتطلق عشان ولادي، اعمل ايه؟ اولا يا حبيبتي انتي قلتي الرد اللي انا كنت هاخد مشوار طويل قوي عشان اوصله لك، ان الامومه ليها جمال بيعوض عن اذيه كتير قوي 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 من الزوج. كونك عايزه تعيشي ولادك كويس ومش عايزه تطلقي علشان تحافظي على بيتك، انا ده شيء بحترمه جدا جدا جدا. جوزك انه بيعاملك معامله غير سويه وبيهينك، دي محتاجين نتكلم فيها اكتر من كده، لان مفيش حد يقبل الاهانه، ومش محتاجه باباكي على فكره. لو عايزه تحافظي على كرامتك هي مش محتاجه باباكي يدافع عنك، هي محتاجه انت تاخدي موقف. الموقف ده ايه؟ يتوقف على طبيعه حياتك. ابعدي عنه، خصميه جوه بيتك، اعملي حدود معاه جوه بيتك، اتصرفي كأنك مش موجودة خالص واعملي اللي عليكي جوه بيتك. ونبدأ نجرب أكتر من طريقة. موضوع إن والدك كان مش حنين عليكي وإنتي كنتي بره بيه، الحقيقة ده فرض علينا، لأن عدم الحنية ما هي السبب إن إحنا نبقى عاقين لأهالينا. فكونك بره بأهلك ده هيتردلك في ولادك. عوضي كل ده بحنية مع ولادك وربنا هيعوضك. وأنا برضو بقولك أنا سعيدة قوي قوي إنك قلتي أنا مش عايزة أتطلق، لأن أنا كمان مش عايزاكي تطلقي. عيشي ولادك أحسن ما عيشتي أنتي، عندك فرصة، خدي بالك منه وربنا معاكي.